رامز جلال بيتصدر محركات البحث في السوشيال ميديا بعد إصابته بالعمى. يا ترى إيه اللي حصل؟ وهل الخبر ده صحيح؟ كلنا عارفين طبعا إن رامز جلال بيحضر للمقلب الجديد اللي هيكون في رمضان الجاي بإذن الله، لكن انتشرت إشاعة بتقول إن رامز جلال اتصاب بالعمى أثناء عمله للمقلب الجديد، وإن في مادة كيميائية دخلت في عينيه لما كان بيعمل المقلب، وإن اللي معاه حاولوا يعالجوه لكن منفعش فراحوا بيه للمستشفى. حتى الآن رامز جلال لم ينفي الخبر أو يؤكده، والنقابة الفنية قالت إحنا ما نقدرش نأكد أو ننفي الخبر لأن ما جالناش أي خبر يؤكد أو ينفي إصابة رامز بالعمى. لكن الفنان ياسر جلال شقيق الفنان رامز جلال لما سألوه عن الموضوع نفى الخبر تماما، وقال الفنان ياسر جلال إن كل دي مجرد إشاعات سخيفة بلا معنى، وإن شقيقه بخير وبيواصل العمل بشكل طبيعي. ونفى الفنان ياسر جلال كل الأخبار دي وقال إن رامز بخير وبيواصل العمل بشكل طبيعي ولا يلتفت لمثل تلك الشائعات، داعيا ربنا يحفظ رامز من أي شر. يذكر إن الفنان رامز جلال بيستعد لعرض فيلمه الجديد أخي فوق الشجرة، بطولة طارق عماد وحمد المرغني ومحمد ثروت وويزو، ومن إخراج محمود كريم. ويعتبر رامز جلال من أشهر مقدمي برامج المقالب في الوطن العربي، وبيتعرض البرنامج بتاعه كل سنة في شهر رمضان الكريم، وبيحقق من خلاله أعلى نسب مشاهدات على مدار الشهر الكريم.